دائما في هذه القناه كنهضروا على كيفاش التعامل مع المال، شنو هما الاستثمارات الجيده، كيفاش نستثمروا الى اخره. ولكن ما عمرنا ما هضرنا على اسوأ الاستثمارات اللي يقدروا يديروها المغاربه في المغرب او خارج المغرب. اليوم غادي نهضروا على 4 ديال اسوأ الاستثمارات اللي تقدر ديرهم. ولكن الا بغيتوا نهضروا على شي موضوع اخر عنده علاقه بالفلوس، بقاو تكتبوا لي الاخوان في الكومنت باش في الفيديوهات الجاي نحاولوا نوضحوا هذوك المواضيع ونهضروا عليها بواحد تدقيق افضل ويقدر يكون مفيد لكم من ناحيه ديال التعامل مع الفلوس. معكم قناه فلوسي اللي كتهضر على فلوسكم وفلوسي. ما تنسوش تبارطاجيو هذا الفيديو، ديروا معكم واحد لايك، واحد جيم، كومونتير زوين او خايب، خذوا راحتكم في الكومونتيرات، تابوناو الا مازال ما تابونيتوش ونبداو. 4 ديال اسوأ الاستثمارات اللي تقدر ديرهم في المغرب، وغادي نبداو بالاستثمار الاول اللي يقدر يربحك شي شويه الفلوس ولكن على المدى الطويل، وما يسمى بالopportunity cost. اي ان الا شفنا الفلوس ديالك حطيتيها في هذا الاستثمار مقارنه مع استثمارات اخرى في اشياء اخرى، غادي تلقى راسك راه خاسر. اذا دائما فاش كنهضروا على الاستثمارات الخاسره او اللي ما مزياناش، ما كيمعنيش بانك ما غاديش تربح. تقدر تكون انك غادي تربح ولكن من ناحيه ديال الفرصه راك خاسر، لان فلوس كنت تحطات في بلاصه اخرى تقدر دير ارباح افضل. دائما شوفوا هاد الاشياء اللي غادي نهضر عليها من هذا المنظور، ماشي من منظور ديال انك راك غادي تشري واحد الاستثمار واوتوماتيكمون غادي تخسر فيه فقط حيت هضرنا عليه في هذا الفيديو. ونبداو اولا. الاستثمار السيء هو الارض. شحال من واحد غادي يتصدم كيفاش كتقول الارض استثمار خايب. معظم الناس داروا زباله ديال الفلوس في الاستثمار في الارض. استثمارات في الاراضي في المغرب تقدر تكون مربحه، ولكن في بعض الاحيان تقدر تكون انفستيسمون خايبه. علاش؟ وبالضبط كنهضر على الاستثمارات ديال الاراضي اللي مبنيه على الوالدين. شو المعنى ديالها؟ هو بعض المرات الوالدين ديالنا كيكونوا جايين من واحد الفيلاج، من واحد المدينه، من واحد الاقليم اللي ما فيهش الناس بزايد وما فيهش نمو كبير، واصلا الناس كيهاجروا منه. ومع ذلك الاب ديالك كيكون عنده واحد النوستالجيا وكيبغي ولادو انهم يشريو شي ارض او دار في ديك المنطقه. وهنايا فين كيضيعوا؟ من كيشريو في واحد المنطقه اللي تقدر تكون خايبه. ما بغيتش نقول الاسماء ديال المناطق، ولكن كاين شي مناطق اللي تقدر تشري ما غادي تربح والو، بالعكس ما غتلقاش اللي يشري عندك. الوحيد اللي غادي يشري عندك هو شي شخص اللي الاب ديالو زيرو وتا هو من ديك المنطقه وباغي يشري في ديك المنطقه من اجل الاب ديالو. نتوما راه عارفين بعض المناطق اللي كتكون بعيده على المدن الكبرى وما هي فلاحيه، ما هي ديال البناء، ما هي حضاريه، ما هي حتى شي حاجه. كتشد لك الفلوس ديالك، وحتى الا بغيتي تبيعها بعض المرات كتشد سنوات باش تلقى شي واحد يشري عندك. تقدر دير لك نمو كما قلنا. راه الاستثمارات اللي ما كتكونش مزيانه راه ماشي دائما كتكون فيها خسائر، وتقدر دير لك واحد الارباح، ولكن مقارنه مع الارباح اللي كنتي غادي دير كنت استثمرتيها في شي بلاصه اخرى غادي تكون ضعتي من ناحيه ديال الارباح وحتى من ناحيه ديال السيوله. باش تبغي تبيعها غادي خصك تشد لك واحد المده ديال شهور، وفي بعض الاحيان تقدر تشد لك اكثر من عام باش تلقى اللي غادي يشري عندك. علاش؟ لان منطقه غير مرغوبه فيها وما مطلوباش من ناحيه ديال الشراء. اذا الارض تقدر تكون انفستيسمون مزيانه وتقدر تكون انفستيسمون خايبه، خاصه الا مشينا بالفكر ديال النوستالجيا ديال الوالدين. والاخوان الا كان شي واحد دار فيكم هذا الخطا يكتبها لنا في الكومنت باش يستافدوا منه الناس، يقول لنا شحال شرا، شحال خسر او ربح، وعلاش ندم من شرا هذه الارض هذه. تاني أسوأ استثمار في المغرب واللي غادي شويه يصدمكم هو الاستثمار في الاراضي الزراعيه. البعض منكم غتجيه غريبه، حتى كيفاش اراضي زراعيه استثمار خايب؟ بالعكس هو افضل استثمار. راه غادي تزرع فيها مطيشه وتزرع فيها خضار وفواكه وغادي تصدرها لبرا وغادي تخلص بالاورو وبالدولار. اذا همزه بطبيعه الحال الا شفتيها من هذا المنظور هي راه همزه. ولكن بعض الاراضي من سولت الناس اللي في المجال واللي عندهم خبره اكثر من 20 عام في المجال، قال لك اسوأ استثمار تقدر ديرو هو تشري ارض فلاحيه وما يكونش فيها بير وما يكونش دايز ليها الماء. علاش؟ لان المغرب حاليا كيعيش في الجفاف، ومن المرتقب في السنوات القادمه هذا الجفاف غادي يزيد يخياب، والاراضي الزراعيه اللي ما كتكونش هي حضاريه غادي تضيع فيها لان ما عندك ما دير الا ما كانش الماء. بطبيعه الحال ما عندكش الماء لتحت في الارض وما عندكش الماء في السماء، اذا غادي تضيع بواحد الشكل كبير. وحتى اللي باغي تبيع عليه غادي يفكر حتى هو يضرب الحساب وغادي يلقى ما خداماش ليه وما غاديش يشري عندك، وغتولي وحله فيك ديك الارض بالنسبه للسنوات الا ما صباتش الشتاء بطبيعه الحال.
كاين اراضي اللي تقدر تكون فيها بير وتقدر تكريها وتدخل بها شويه ديال الفلوس او توقف عليها وتبدا تدخل بها الفلوس، ولكن كاينه واحد الحاجه واحده اخرى عاوتاني سميتها الابورتونيتي كوست، اي انك شريتي ارض وقفتي عليها وبقيتي حاضيها، راك كتحط الارض ديالك، الفلوس ديالك، وحتى الوقت ديالك اللي تقدر تستغله في شي بلاصه اخرى، وفاش كتجي في الاخر ديال السنه كتلقى راسك ما رابحش من ناحيه ديال الوقت ومن ناحيه ديال الفلوس اللي حطيتي. بطبيعه الحال هنا كاين بزاف ديال العوامل كيتدخلوا، المنطقه، النوع ديال الارض، النوع ديال الخضره او الفواكه اللي غادي دير، وحتى من النوع ديال البير اللي عندك في المنطقه. اذا كاين بزاف ديال العوامل، ولكن كاين بعض الاراضي اللي تقدر تضيع فيهم، وهذه هي الفكره اللي بغيت نبارطاجي معكم. هو الا بغيتوا تدوزوا للمجال الفلاحي دائما خاصكم تستشروا مع ناس في الدومين اللي ضربوا سنوات باش ما تطيحوش في الفخ ديال انكم تشريوا ارض اللي غادي تضيعوا فيها الفلوس ديالكم وغتبقاو تنتظروا سنوات حتى تصب الشتاء باش تقدروا تبيعوها. اسوأ ثالث انفستيسمون هو الكريبتو. البعض منكم غادي يتصدم حتى كيفاش البيتكوين طلع دار ارقام كبار، اكس ار بي طلع كبير بشكل كبير، سولانا، بولكادوت الى اخره، كاينين ارقام كبار دارت في الكريبتو. اذا بالعكس الكريبتو انفستيسمون مزيانه. غادي نهضر معاكم في هذا الموضوع من جوج ديال الجهات. الجهه الاولى هو ان الكريبتو فيه الريسك ديال الفولاتيليتي، اي انه كيطلع وكيهبط بشكل كبير. نقدروا انفستيو منه واحد البورسونتاج، نحطوها مثلا 5 10% من لي زانفستيسمون ديالنا، ولكن راه ما خاصناش نحطوا فلوسنا كامله، لان نقدروا نديروا خطا في اختيار الكريبتو المناسب ونقدروا نفقدوا بزاف ديال الفلوس اللي حطيناها في الكريبتو. هذه الجهه الاولى اللي هي الجهه ديال الريسك، اي اداره المخاطر. الجهه الثانيه اللي كتخلي الكريبتو انفستيسمون خايبه بالنسبه للمغاربه اللي ساكنين في المغرب. علاش؟ لان من الناحيه القانونيه ما عندهمش الحق يشريوا الكريبتو، وكلما كتشريوا الكريبتو وكديروا فيه ارباح كلما كتحطوا راسكم في واحد المواقف اللي غادي تكون خايبه في المستقبل، وقانونيا تطيحوا في المشاكل. لهذا من الافضل حاليا ايفيتيو انكم تمشيو للكريبتو لاسباب قانونيه ولاسباب عندها علاقه باداره المخاطر. بطبيعه الحال الناس اللي عايشين برا موضوع اخر، لانهم يقدروا يشريوا الكريبتو غير بواحد البورسونتاج شيئا ما ضعيف باش ما يتقاسوش من ناحيه ديال لي زانفستيسمون ديالهم كامله. رابع اسوأ استثمار تقدروا ديروه في المغرب هو ما يسمى بالكاش، اي انك تخبي الفلوس يا اما في البنكه او تخبيها في المخده او تخبيها في معطف ابي. فيما حطيتي هاد الفلوس هادو تيفقدوا القيمه ديالهم عبر السنوات عن طريق ما يسمى بالتضخم. التضخم الاخوان مبسطوه بواحد المفهوم من الناحيه الماليه، هو ان القيمه الشرائيه ديال الفلوس ديالك كتبقى تضعف كل سنه، لان الاثمنه كيبداو يرتفعوا ولان الفلوس غادو كتكتار وحتى المنتوجات غادو كترتفع الاثمنه ديالها. اذا الا شديتي واحد 10000 درهم وخبيتيها هنايا في الدار او في البنكه لمده ديال 10 سنين، القيمه اللي كنتي كتشري بها ديك 10000 درهم غادي بدي تشري بها من هنايا 20 عام غادي تلقاها غتشري لك اقل بكثير، وبعض المرات تقدر توصل حتى النصف. وإلا جا تعويم في المستقبل غادي يزيد ياثر على داك الكاش اللي مخبي بشكل كبير، اي ان القيمه ديالو غتولي تفقد بجوج ديال الارقام نسبه مئويه 30 40% من القيمه الشرائيه. المعنى ديالها وبالعربيه انت عند راسك راك كتجمع الفلوس، ولكن انت راك كتخسر الفلوس عن طريق انك كتجمعهم. الا تلفتوها الاخوان حاولوا تشدوا الارض. الا نسيت شي استثمار وما ذكرتوش وتا هو خايب في المغرب حاولوا تكتبوه ليا في الكومنت باش تنفعوا الناس اللي غيتفرجوا في هذا الفيديو ويحاولوا ايفيتيو استثمارات كبرى في هاد الانواع ديال الاستثمارات اللي ياما ما غاديش دير ارباح كبار في المستقبل مقارنه مع اشياء اخرى، او غادي تقدر تفقد القيمه ديالها عبر السنوات. ولا بغيتو نهضروا على افضل الاستثمارات في المغرب حتى هي كتبوها لي في الكومنت باش نهضروا عليها في الفيديو الجاي.